يا شباب رجعنا لكم فيديو جديد. بإذن الله هنتكلم إزاي نجيب اللاعب من عقد اختيار اللاعب فيلمين لوبيز. معرفش ده صح ولا غلط يا صديقي. هذا اللاعب ممتاز، بوصل الملعب في داخل الملعب حوالي 103، ولاعب خط يعني وسط صانع ألعاب ممتاز خالص. يعني بص تعال نشوف قبل تطور إحصائياته، مثل جانب الكورة 80 في 80، استحواذ في مساحة 80 وعندي إنهاء الهجمة 80، يعني كويس. والسرعة وقوة في الركل غير لما يتقوى 83. طب يلا بينا يا شباب ازاي نجيبه عشان متأخرش عليكم. يا ريت قبل ما نبدأ تعملونا بلايك واشتراك في القناة لكم كل جديد. متنساش الصلاة على النبي في الكومنتات. وبإذن الله يا شباب لو الفيديو ده جاب 1500 لايك بإذن الله هنشحن لاعبين من الكومنتات عشانهم بس توتا أو أي لاعب تاني بإذن الله. يلا بينا يا شباب عشان متأخرش عليكم. أولا يا صديقي تدخل على المباراة، تدخل على دوري اي فوتبول، فئة وضع تنافسي. عشان الفئة وضع الذكاء الاصطناعي ما جربتهاش، بس خلينا ايه في المضمون. ندوس هنا يا صديقي. ازاي دلوقتي نجيب هذا اللاعب وامتى انتهاء بإذن الله، كله بإذن الله في الفيديو ديتي. ازاي يا صديقي التقييم؟ لازم يكون تقييمك هنا اقل من، يعني ايه هنا في التصنيف، عفوا في التصنيف لازم يكون اقل من مليون. انت لو 900 الف هتاخد بس لسه، يعني لو اقل من مليون هتاخد، ولازم تقييمك يعلى والتصنيف بتاعك ينزل اقل من مليون. طب ازاي يعني افوز او هني؟ لازم تلعب مباريات صديق وتفوز، كل ما تفوز مباراة تعلى في التقييم وتنزل في التصنيف. طب امتى انتهاء وامتى استلام هذا اللاعب يا صديقي؟ يوم 2/4 في الشهر الجديد بإذن الله. هو النهارده أو امبارح نزل هذا اللاعب يوم 5/3، يعني حينتهي يوم كام؟ يوم 2/4 في الشهر اللي جاي بإذن الله. بكل سهولة يا صديقي هتلعب وتفوز، هتنزل في التصنيف، لازم تجي أقل من مليون. فاهم ازاي؟ بص في التفاصيل، هتنزل تحت. بص هم انت المكافآت أول 500 على العالم، تنزل تحت تنزل تحت تنزل تحت تنزل تحت. بص يا صديقي هنا أقل من 1,500,000، يعني في إيش تاني؟ يعني لو بقيت 5 مليون أو زي كده، من 5 مليون، من مليون ل5 مليون هتاخد دي رمز تحت التقوية فقط، يعني زي كده تطور اللاعب. أما لو بقيت أقل من مليون هتاخد اللاعب ومعاه هذه التطويرات، وبكل سهولة بإذن الله يا صديقي هيجيك اللاعب. لو في حاجة وقفت معاك يا ريت تكتبنا في الكومنتات، وبإذن الله مش هنقصر معاكم في حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.